طبعًا مع بداية ظهور الAI tools أنا أول حاجة باعملها إن أنا باروح أشترك. طبعًا الteam خاف أول ما قُلت إن أنت آه، اشتركت في الAI فالناس بالضبط. كَشِّت. فأنا كنت أروح أشترك وأبعت لهم إيميل للteam الفلاني أنا اشتركت في الtool دي جربوها، حاولوا يستخدموها أو أقعد معاهم أقول لهم أنا عملت بيها كذا، كذا، جربوها. فالكلام ده طبعًا هو يعني كان بيحصل بسرعة أوي، يعني كل شوية عمّال يعني طلع ChatGPT وبعد كده مش عارف إيه، بسرعة، 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 وأنا عمّال كل شوية أsubscribe في حاجة وأجرّب هنا وهنا، فهُم ابتدوا يقلقوا، هو قال لك هو اللي عايز يعمل إيه؟ عايز آه. شكله كده عايز يمشّينا وبتاع. أنا الحقيقة ما كنتش فاهم أنا عايز إيه، أنا لسه برضه باجرّب زيّهم، يعني أمّا أشوف إيه الموضوع. بس بعد فترة الحمد لله مش طويلة، اكتشفت إن إحنا هنقدر بيه إن إحنا نسرّع الprocess شوية بتاعة الdelivery وإن هو هيساعدنا إن إحنا نوفّر وقت، هو مش هيساعدنا إن إحنا نقلل عمالة، لأ بالعكس إحنا ممكن نخلّي الناس يعني الAI tool بتعمل الcore بتاع الشغل بتاعهم، بس أنا أقدر أستوعب عدد clients أكبر، ما أنا خلاص بقى عندي يعني بدل ما مثلًا الcapacity بتاعة الresource ده 2 or 3 clients لأ، هو ممكن يبقوا 5 لإن هو الtask اللي فوق